انا لفيت ورا لقيت الكونتينر ده موجود. كان حد بيجي ينام هنا. ده ايه ده؟ ايه المكان ده؟ يا نهار ابيض! هتيجي الشرطه، هتيجي الشرطه. جهاز الانذار ده كنتش اعرف ان هيكون في جهاز انذار. يا لهوي، هناخد الاسكوتر بسرعه ونجري. طبعا انا لسه مخلص جيم حالا. في حاجه جايه على بالي ان اصور النهارده محتوى، فنزلت الارياف الالمانيه. شوفوا كميه الهدوء عامله ازاي، الانسجام ما بين الناس هنا قاعدين في بيوتهم، مفيش اي حركه نهائيا. حرفيا حاسس بالملل، ولكن متفائل بتصوير النهارده لان احنا هنخش ونتوغل كده في الارياف الالمانيه والاراضي بتاعتهم ونستكشف جمالها. طبعا هناخد عزه ربنا يحفظها لنا، هي اللي بتساعدنا نوصل للاماكن ديت. في الحقيقه انا في مكان شفته على الخريطه بيقول لي ان المكان ده في بعض الحيوانات النادرة اللي موجودة فيه. معرفش ايه اللي موجود هناك بالظبط، ما عملت السيرش، ولكن سمعت عنه المكان ده، فبتمنى ان اروح والاقي حاجة هناك. انا معرفش ايه اللي موجود، ولكن المكان كله اخضر حوالينه، فبعتقد غابات واراضي وحقول وكده. فاعتقد ان النهارده هيكون عشوائيه الدنيا كلها في الفيديو هنا. فيعني انتوا كده كده بتستمتعوا اصلا من جمال الطبيعه والمباني اللي احنا بنستكشفها مع بعض. يوم الحد ده بيقولوا عليه في ألمانيا يوم الراحة التامة. لا بيخرجوا ولا بيرهقوا نفسهم ولا بيتعبوا. في بقى اللي بيفضل يفضل قاعد في البيت كده علشان تاني يوم هيكون الاتنين صباح شغل، فما بيدوش أي جهد تعب ليهم عشان يستلموا أول يوم ده كشغل. يعني إيه، مرتاحين ويريحوا جسدهم برضه في نفس الوقت. ممكن اللي يخرج بالعجل كده زي ما انتم شايفين شم شويه هوا، ولكن ما بيتعبوش نفسهم. فالموضوع هنا شويه يعني حلو. القريه ديت هي جنب قريتي بحوالي 10 دقايق بس موتو رجل. يعني في الحقيقه انا ما بجيهاش اصلا لان ما فيش حاجه اعملها فيها، لكن نادرا اجي اتمشى فيها عادي. يعني التنزه فيها حلو بسبب المباني والخضار اللي موجود في كل مكان. وانا اصلا على جبل، المنطقه طالعه نازله طالعه نازله، يعني لوحدها محتاجه شخص يكون اللياقه البدنيه عنده قويه. بجد بصوا لي على الشارع الجميل ده، بصوا الجبال اللي في الباك جراوند عامله ازاي، الخضار والاشجار اللي موجوده في كل مكان. تخيلوا كل يوم الصبح الو شوف الكاميرا سلم علي. شو انتاج نوخيا ناس زي العسل. هنا هتلاقي الجذور الالمانيه الاصليه. هنا شتاب العنصريه اصلا، الناس كلها هنا محترمه جدا. المهم تخيل تخرج كده تمشي خطوتين خطوتين هتلاقي المناظر الجباره الحلوه ديت، وبالذات بقى في بدايه شروق الشمس او غروب الشمس تشوف اجمل مناظر طبيعيه في التاريخ. فعلشان كده الصراحه انا بحب جدا القريه الريفيه. احيانا تلاقي فيها سكن رخيص جدا، ارخص من المدن، واماكن هاديه، عندهم انسجام، متكاملين، ما فيش مشاكل بتحصل فيها نادرا. كل شخص هنا في حاله. مش عارف ايه هنا بيبيعوا، بس هنا بعتقد اسطبل حصنه. حصنه هتلاقي هناك حاطين للاطفال هنا السوسته عشان يخشوا ويقعدوا يتنططوا عليها. هنا في حصنه اسطبل. تخيلوا ان الاطفال هنا بيشتغلوا مع اهاليهم في المزارع، فلاحين ولاد فلاحين، ويشتغلوا بعرق جبينهم ويكسبوا احلى فلوس كمان. يعني اطفالهم بيساعدوهم بعد المدرسه او في الاجازات، زي ما احنا النهارده لحد كده. فاطفالهم يطلعوا مع عائلتهم على الاماكن اللي فيها الاسطبل او الاراضي الزراعيه بتاعتهم ويشتغلوا مع بعض كل احترام، ولا اي حد بيعترض على كده. بالعكس ده عايشين احلى حياه مع بعض. فالالمان يشبهونا في الحته ديت. عندهم اطفال ياخدوهم في الويك اند، يعلموهم الصنعه، يعلموهم الشغل، عشان لما يكبروا لو حبوا يشتغلوا معاهم يساعدوهم، يكملوا هم مسيره العمل اثناء لو الوالدين خلاص كبروا في السن ومبقاش قادرين انهم يشتغلوا، فالاطفال هم اللي يكملوا بعد ما يكبروا. اللي لاحظته ان هنا الشوارع اصلا من زمان احسها تشبه امريكا بسبب حريه الحيوانات اللي بتتعايش مع الطبيعه والغابات هنا في نفس الوقت. يعني هنا هتلاقي غزال على بعد 700 متر، ده بيعرفوك قبلها عشان تكون حذر وانت ماشي بالعربيه بحيث ان ما تخبطهمش او تعمل حادثه لا قدر الله. في برضو قدام بيكون في خنازير بريه مثلا، بيكون في ثعالب، بيكون في فران، فبيعرفوك اليافطه قبل ما تخش ب 700 متر ولا 500 متر على المكان دي، لانها بيعتبر محميه برضو طبيعيه في نفس الوقت، فلازم الناس تكون حذره عشان ما تاذيش الحيوانات هنا. فالصراحه المكان حلو جدا. تخيلوا كل اللي ماشيين بالعربيات يعني هيتفرجوا على الاشجار في كل مكان، غابات برضو، يعني حاجه حلوه قوي. طبعا انتوا لو لاحظتوا في عربيات لما بتيجي تمشي على الجانب الشمالي هنا، انا لازم اخد الخط ده كله الرفيع امشي فيه. هنا لازم يوسعوا لي لما يجي يتعلموا الرخصه في نظري وفي عملي. في اثناء النظري والعملي
لما يلاقوا حد ماشي بسكوتر او عجله فلازم دايما نديله الاولويه، فلازم هم بيعدوا كده على الاقل يكون في مساحه 1 متر عشان خاطر ما يخبطوهوش. المشكله عمال اطلع طلعات كتير قوي، بس شوفوا نظافه الشارع عامله ازاي. انا مشيت اكتر من حوالي 3 كيلو على الشارع ده بالظبط، والجي بي اس بيقول لي ان هننزل على الشارع ده ونحود يمين كده، واعتقد وسط البيوت ديت انا مش متاكد 100%، بقول هلاقي بعض الحيوانات، فانا عايز اروح اشوف. لو ما لقيناش خير وبركه، ولو لقينا خير وبركه، ولكن هيكون ضربنا مشوار على الفاضي وخلاص. بس يلا عادي، ده بنستمتع من كل الاماكن الطبيعيه اللي احنا ماشيين فيها. انا نزلت هنا وسط المساحات الخضراء اللي انا شايفها ديت. انا طبعا موجود على منطقه عاليه، اوكي، تل. شوفوا الحقول اللي موجوده في كل مكان. ده برج مراقبه، تيجي ناس تقف وتشوف مثلا الحيوانات اللي هي المفترسه او كده، فبيقدروا يصطادوها من البرج ده. الصراحه عندي فضول ان اطلع عليه، اول مره في حياتي اوصل اصلا لبرج زي ده، ولو طلعت هيكون اول مره في حياتي برضه اطلع. ايوه سلالم خشبيه، بس بعتقد ان ده مبني جديد اصلا لان الخشب نظيف. اوه مكان حلو. وطى الزيت ده، هنا كرسي، هو يمسك الكاميريتا ويقع كده يبص، اوه حيوان مفترس، بالسنايبر على طول يجيبه. فالمكان حلو، شوفوا في فتحات في كل مكان. يعني هي القعده اصلا هنا مستحيل تخلي اللي شغال الشغلانه ديت يمل. انت شوفوا قاعد في كل 360 درجه، بشوف كل اشجار، كل حاجه من طبيعه. شجر الصنوبر منتشر برضو في كل مكان. شوفوا ده البيت الوحيد اللي موجود في المنطقه، وبيت تاني هناك هنا منعزل عن الكوكب الارضي شكل كامل. دول بقى متكيفين ومتاقلمين اصلا على الوضع ده، هم اللي اختاروا الاماكن ديت عشان الراحه وبعيد عن المدينه والدوشه. ده انسب مكان لهم عشان اطفالهم وطبيعه، وبيحبوا كده الاجواء الهاديه. شوفوا هنا عاملين خيمه لحيوان الابكا، ده اصلا فصيلته بتعود للجمال وكده. حالقين له الصوف بشكل كامل، حيوان شكله كيوت. هنا كاتبين اسم الحيوان الابكا، فبعتقد ده الحيوان المخصوص اللي موجود هنا. عايز لكم اصلا هو بيعيش في الاماكن المرتفعه زي ما انتم شايفين كده، هنا اصلا على جبل، وهتلاقيه منتشر بشكل كبير قوي في امريكا. طبعا ما لقيتش حيوانات تانية، الوحيد اللي موجود هو حيوان الالابكا. البيوت ديت كلها تبع سكان القريه. هلو، بيوت صناعيه حلوه جدا، بيبيعوا برضو فيها على حسب بقى، تلاقوا مشتقات الالبان وكده. ولكن انا مش ملاحظ ان في بقر او في اسطبل حصنه. هم يعتمدوا دخلهم اكتر حاجه على حيوان الالابكا، بيأجروا طبعا بالساعه. ممكن يدوك مثلا الحيوان ده بتدفع حوالي مبلغ من حوالي 40 ل 50 يورو، وتاخده تمشي بيه شويه لمده ساعه وبعدين ترجعه لهم تاني. فهو ده يعتبر واحده من الانشطه المنتشره في القريه الريفيه هنا فقط. وانا ماشي لقيت مكان مهجور هنا، انا مش عارف ايه المكان ده الصراحه، بس جالي الفضول انزل. الهوي المكان ده حمام. اللي تحت هيكون فين مش عارف. هنقفل الاسكوتر وننزل تحت. انا لفيت ورا لقيت الكونتينر ده موجود. اعتقد كان حد بيجي ينام هنا، معقول؟ اعتقد ان كان في حد بيجي ينام هنا. ده ايه ده؟ مش عارف، يمكن الدفاية ده، تحسه كرفان بس مش متنقل، هو ثابت هنا. بس انا جالي فضول ننزل تحت. يلا، عملية استكشاف عميقة دلوقتي. الصراحة ما بحبش ادخل الاماكن الاكثر غموضا وخوفا، يعني ديت السلالم الدرج رقم 1 وده التاني. او ماي جاد، مكان مهجور. الرطوبة هنا مرتفعة، يعني بره درجة الحرارة 25، فهنا تقدر تقول ان هي -2. المكان ده هنا عشان شغل الكهرباء. مش عارف، مكان فاضي. ايه ده؟ يا نهار ابيض،
الشرطه، هاتت الشرطه جهاز الانذار ده. كنتش اعرف ان هيكون في جهاز انذار هنا. هناخد الاسكوتر بسرعه ونجري. يعني انا ما كنتش متخيل ان هلاقي اصلا بيت مهجور وان اي حد يدخله هيحصل كده. هم حاطين جهاز الانذار عشان خاطر هم اصلا بيحطوا في الاماكن ديت اجهزه انذار عشان خاطر محدش يدخلها ويجي عاطين الشرطه. حلو انتاجنا. معرفش انا ماشي هنا في وسط الادغال. الو، في 2 المان ورايا ومعاهم كلب ياخدوه يمشوه من على المكان ده. الكلب مبسوط اكتر مني حرفيا. ما علينا. سالتهم قلت لهم اذا فيك او زيشت كويس هنا او حاجه حلوه ممكن يعملها اكتيفيتي. قالت لي امشي من هنا على طول هتلاقي او زيشت حلو اللي هو الفيو يعني. فاديني سمعت كلامهم وهمشي ونشوف ايه اللي ممكن نشوفه واذا كان هم على حق ولا لا. بس المكان يعني شكله نوعا ما يخوف لو الواحد يمشي بالليل وعنده فوبيا من الحيوانات زي الثعلب والحاجات ديت. بس حلو. شوفوا الادغال اللي موجوده في كل مكان. شوفوا ما شاء الله اكتر من الرائع بجد. شوفوا حتى حاطين هنا كرسي عشان اقعد واتفرج واتامل على الطبيعه والجبال اللي موجوده هناك دي. شوفي شكل السحاب عامل ازاي والسماء ما شاء الله. في بيوت هناك. هنا البيوت ديت احنا كنا موجودين فيها من حوالي كام اسبوع كده، صورنا فلوج البقر وكده. بس ما علينا. شوفوا المنحدرات، الجبال. انا هنا قاعد. شوفوا حتى هنا الدوله مراعيه ظروف وشعور الناس، حاسه بيهم بمعنى الكلمه. انت كواحد عايز تفرغ طاقتك السلبيه في الاماكن دي عاملين لك كرسي تيجي تقعد فيه قدام الفيو الجميل ده. ده انهي دوله بتراعي ظروف المواطنين بالطريقه ديت وتحسن من المود بتاعهم؟ وقسما بالله عمري في حياتي ما شفت دوله زي كده. في منطقه مقطوعه، غابات، جبال، حقول في كل مكان وعاملين لهم قاعده هنا كرسي. مكان حلو بس ما يطولش فيه. خلينا نكمل استكشاف. قسما بالله الجبال خرافيه حلوه قوي. مكان جميل قوي 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 قوي. بحب تكون الزرع في نفس الطول زي ما انتم شايفين كده، معظمه اشجار طويله واشجار صغيره. مشيت في قبل كده اماكن زي بس كانت الادغال والاشجار اعلى من كده. هنا لا. شوفوا المناظر عامله ازاي. سلام، حاجه تحفه. لا فيو خرافي، احلى من اللي احنا شفناه من شويه بقى. فكك انت من الجبال العاليه والاشجار وكده. لا هنا هتلاقي مباني. هناك في حصنه بني اسود ابيض، حصنه هناك هنا برضو تانية. انا شايف كل حاجه من المكان ده. موقع استراتيجي مهم. بس شوفوا لا وقسما بالله اجمل لقطه شفتها في حياتي. شوفوا يا لهوي على كميه الجمال. يعني قاعدين في البيوت هنا شبعانين من المناظر ديت، مش محتاجين يمشوا لو مكتئبين، بس يبصوا من الشباك راح الاكتئاب. احلى بلكونه شفتها في حياتي. وشوفوا هنا بس للاسف البيت ده مهجور. ده وده ده تبع ده. اعتقد ده كان المخزن اللي يحط فيه البضايع بتاعته. بس لما صحاب البيت ده بدأوا يسيبوه ده اتهجر خالص، ما بقاش له اي لازمه نهائيا. البيت بقاله كتير شكله مهجور فاضي خالص، شايلين العفش. بس ليه ده في مكان ده لو اتفتح فندق هيكسبوا منه ذهب. ليه يكون فاضي؟ مش عارف. شجر الطبيعه بدأت تبقى اعلى. شوفوا ده اصلا طريق. النباتات اخترقت الارض وطلعت سدت الطريق خالص. منظر شكله حلو. تخيلوا واحد يكون معاه بيت زي ده. هل في يوم من الايام ممكن تسيبوه تمشوا؟ بجد ممكن تهجروا المكان ده مجرد انكم تصحوا كل يوم وتشوفوا الفيو ده؟ بجد اكتبوا لي في الكومنت. في نص الغابه علشان في اطفال بيجوا مع عائلتهم هنا يتمشوا ويتنزهوا ويستمتعوا بالاجواء الجميله اللي في الغابه هنا بشكل عام. هنا بيحطوا فلوس علشان يكسبوا بيلي او الكور المطاطه وممنوع اكلها طبعا. لازم يفهموا الاطفال. فمجرد ان تطلع لهم الكره هنا
تمام. يقعدوا بقى يقدروا ياخدوها يلعبوا بيها. فمين يلاقي حاجه زي كده وهو ماشي في الغابه؟ ما اعرفش الصراحه، حاجه جديده بالنسبه لي. شوفوا ما شاء الله الحصنه اللي خلفي اللي عماله تاكل هنا عندهم سلام نفسي. مستمتعين بالجو لدرجه ان اصلا مستحيل يهربوا. عاملين ليهم اسوار في الارض هنا عشان خاطر برضو ما ينطوش منها، ومحدش برضو يقدر يخترق الاسوار ديت عشان برضو ممنوع. فسايبين الحصنه هنا مع نفسهم ياكلوا ويشربوا. شوفوا الفيو اللي ورايا ده، السلام، منظر خرافي. عندهم حق ما يهربوش، عندهم عنايه خاصه، سايبينهم زي ما هم كده يمشوا في الغابه عادي، يدوهم ميه، فلو يربى يروح فين؟ فبس يا شباب يكون كده انتهينا من جولتنا الجميله وسط الارياف الالمانيه. الحاجه الوحيده اللي هزت قلب الواحد من الخوف المبنى المعفن المهجور اللي احنا دخلناه ده. فنشوفكم بقى فيديوهات جديده. اسعد الله اوقاتكم. لو عجبكم نوع من انواع المحتوى ده اكتبوا لي في الكومنت. ارياف المانيا فيها كتير لم يستكشف بعد. فنشوفكم بقى جديده. مع السلامه.